جرح تتساءل أدواه ودماء تحضن. الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي الكرام، نريد أن نأخذ معكم جولة في هذه المغسلة وفي هذا المكان حتى نتأمل وإياكم حقيقة هذه الدنيا، وأننا فيها ضيوف. أنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، والله سوف يأتي يوم الأيام ونكون وإياكم على هذه الطاولة، طاولة الغسيل. ولما توضع في هذا المكان يا عبد الله وأنت يا أمة الله، لا حراك ولا كلمة، ثم تجرد من ملابسك. في هذا المكان سوف تتذكر كم صلاة نمت عنها، في هذا المكان تتذكر كم أغنية سمعتها، في هذا المكان تتذكر عقوق الوالدين، في هذا المكان تتذكر ظلمك للناس، في هذا المكان أنت يا أمة الله تتذكرين ذلك اللبس العاري، في هذا المكان يا أمة الله تتذكرين تلك الذنوب والمعاصي والعلاقات المحرمة. توضع في هذا المكان يا عبد الله، ويؤتى بهذا الماء وتغسل، ولا تستطيع أن تتحرك ولا أن تتكلم بكلمة واحدة. الآن أتحدى أي شخص يتجرأ عليك أو يفتح زرار من أزرارك، ما تخليه، ولكن والله سوف يأتي يوم الأيام ويجردونك من ملابسك يا عبد الله. أنا الآن وأنت في مهلة وفي فرصة قبل أن توضع في هذا المكان. في هذا المكان كم من شخص يقول قدموني قدموني، وكم من جنازة تقول يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها. فأنا وأنت كيف يكون حالي وحالك؟ كيف يكون المصير وكيف يكون المآل؟ لذلك قبل أن تعصي الله سبحانه وتعالى تذكر أنه في يوم الأيام توضع في هذا المكان، ثم توضع جنازتك يا عبد الله وأنت يا أمة الله في هذه الطاولة لكي يكفنونك ويضعون عليك الطيب. ولكن قل لي بالله، هل أنت عند خروجك من هذه الدنيا هل الملائكة تقول ما هذه الروح الطيبة في ذلك الجسد الطيب، أم تقول ما هذه الروح الخبيثة في ذلك الجسد الخبيث؟ يا عبد الله يا أمة الله، والله الذي لا إله إلا هو إنها حقيقة غابت عن كثير من الناس. كم من شخص لما يوضع على هذه الطاولة ويكفن يتمنى الرجوع للدنيا. ماذا يقول؟ قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا يتمنى الرجوع؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يريد عمل صالح، يريد تسبيحة، حتى إن اسمك يروح، اسمك زيد، اسمك عبيد، يروح اسمك. ثم تنادى بالجنازة، هاتوا الجنازة، غسلوا الجنازة، كفنوا الجنازة، صلوا على الجنازة، ثم يصلون عليك صلاة لا ركوع فيها ولا سجود. لذلك لابد أن نتأمل، وتأمل معي يا عبد الله وأنت يا أمة الله. قبل أن تلبس هذا الكفن معك فرصة، سوف يأتي يوم الأيام وتلبس هذا الكفن وأنت يا أمة الله، والله الذي لا إله إلا هو عند الموت ترى هذا الكفن مع الملائكة، إما أن يكون من أكفان الجنة أو من أكفان النار. وتأمل يا عبد الله حقيقة هذه الدنيا، والله لن تخرج من الدنيا إلا بهذا الكفن، وهذا القطن يوضع في أذنيك يا عبد الله. أتى زين العابدين في يوم من الأيام إلى المقبرة وتأمل في أحوال أهل القبور، ثم أنشد هذه الأبيات. تأمل معي هذه الأبيات وأنت ترى هذا الكفن، ترى هذا القطن يا عبد الله وأنت أمت. تأمل، قال تقاسم الأهل مالي بعد ما انصرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني، واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي،
وحكمته في الأموال والسكن، وصيرت ابني عبدا ليخدمه، وصار مالي حلا لهم بلا ثمن. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن. وانظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. وانظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن. يا عبد الله، لن نخرج من الدنيا إلا بهذا الكفن وهذا القطن يوضع في أذنيك، ولكن يكون معك عملك الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. يرجع الأهل ويرجع المال، ولا يبقى معك إلا العمل يا عبد الله. فما هو عملك؟ ما هو عملك يا عبد الله؟ ثم تحمل أنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله على هذا النعش. لما توضع على هذا النعش تقول الجنازة وتتكلم الجنازة، إما أن تقول قدموني قدموني، وإما أن تقول يا ويلها أين تذهبون بها. فكيف يكون حالي وحالك؟ أخي الكريم، أختي الكريمة، كم حملنا من الناس، والله سوف يأتي يوم من الأيام ونحمل. كم غسلنا من أناس، سوف يأتي يوم من الأيام ونغسل. كم بكينا على أناس، والله سوف يأتي يوم من الأيام ويبكى علينا. وأنا أذكرك يا عبد الله، قبل أن تلبس هذا البشت، ما أقول تلبس في يوم زواجك وفي يوم زفافك، بل والله سوف يأتي يوم من الأيام وتلبس هذا البشت في يوم خروجك من هذه الدنيا. أنا وأنت معنا فرصة. يا ترك الصلوات، يا من عقيت والديك، يا من تأكل الربا أضعافا مضاعفة، يا من تسمع الأغاني، يا من تزني، يا من تفعل اللواط، والله أحذرك، معك فرصة الآن، تستطيع أن تتوب، تستطيع أن تستغفر الله سبحانه وتعالى قبل أن تلبس هذا. فإذا لبست هذا فما عاد في ندم. والله لو تبكي دم والله لن تنفعك توبتك. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله.